مساء الخير، عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وصحة وهنا. معلش سامحوني على صوتي بقى النهاردة لان انا واخدة دور برد. جبت طاسة وحطيت فيها حبة زيت، وكنت النهاردة هعمل كبدة اسكندراني. نزلت في الطاسة بالزيت، ونزلت عليه بالكبدة. سبت الزيت يسخن شوية صغيرين ونزلت بالكبدة على طول. بصوا، انا الكبدة مش هقلبها كتير عشان ما تتهرش مني. الكبدة دي كانت بالحباش بتاعها، اللي هي الخلطة اللي الراجل بيحطها. لو الخلطة دي مش عليها هنجيب مصفى وهنحط فيها الكبدة وهنحط عليها حبة خل ونخليها تنزل المية بتاعتها وتنزل الدم اللي فيها عشان ما يزفرش الكبدة. هنا كنت بشر كام فص توم، ونزلت برضو على الكبدة دي بقى خلطتي انا اللي بتدي الطعم والريحة الحلوة قوي للكبدة زي بتاعت المحلات بالظبط. ولو الكبدة معلهاش الخلطة بتاعت الراجل حطوا الخلطة بتاعتي دي بس وكفاية. تمام. هنا حطيت التوم ونزلت بمعلقة كمون صغيرة ومعلقة كزبرة ناشفة صغيرة، وحطيت معلقة شطة صغيرة. يبقى هنا معلقة توم كام فص توم هنحط عليهم كمون وشطة وكزبرة. تمام. وهنديها تقليبة كده ونسيبها شوية وبعد كده نحط عليها الملح. انا زي ما انا قلتلكوا انا مش هفضل اقلب فيها كتير عشان ما تتهرش مني لانها طرية اصلا، فالكبدة بتتهرى هنا. بس هي كانت متلجة فكنت بفكها من بعض. اهو خلاص انا هنزل عليها بالملح بتاعها لانها كانت خلاص يعني شربت شوية من التتبيلة. هقلبها بقى. وبعد كده هسيبها بقى ايه تتحمر كده مع بعضها. اول بقى ما هتتحمر اهو زي ما انتوا شايفين كده اتحمرت، هنزل عليها بشوية خل صغيرين. الخل ده بقى بيديها ريحة وطعم المحلات. وهقلبه بقى فيها. هو هنا بقى انا هقلب براحتي لانها كانت خلاص استوت. بعرف منين ان الكبدة استوت؟ بلاقيها مسكت نفسها وبتاع دوت مسكت نفسها ولونها بقى رمادي كده زي ما انتوا شايفين. ونزلت عليها بليمون، عصير ليمونة كامل، وهقلبه كويس عشان الليمونة تديها المزازة اللي فيها، ولو فيها اي طعم زفارة بيروح خالص من الليمون والخل. هنا بقى كانت استوت خالص وتمام. ورحت جايب كام فلفل سبايسي كده، كام واحدة قطعتهم. وبعد ما استوت نزلت عليها بالفلفل السبايسي. الفلفل السبايسي دوت لازم نحطه بعد ما الكبدة تستوي عشان ما يتبلش مننا. تمام. هنا خلاص كانت استوت. ودي كانت طريقة الكبدة بتاعتي، ان شاء الله تعجبكم. ولو اول مرة تشوفوني اضغطوا شير ولايك وسبسكرايب للقناة. اهو بصوا الكبدة بقى لونها فاتح ازاي، بصوا بقيت عاملة ازاي ومسكت نفسها ما بقتش طرية. وحتى الفلفل ما دبلش خالص فيها وفضل محافظ على لونه. الفلفل لازم نحطه بعد ما الكبدة بتستوى. بصوا محدش بيغسل الكبدة، اوعوا حد يغسلها عشان كده غلط.